السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي. إزيكم عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. حبايبي الطلاب وأولياء أمور طلبة الصف الأول الإعدادي، في الفيديو ده نحل مع بعضينا تدريبات الأضواء على الدرس الثاني دراسات 2026 كتاب الأضواء، اللي هو درس مظاهر سطح قارة أفريقيا. حلينا على القناة تدريبات الدرس من كتاب الامتحان. إن شاء الله في الفيديو ده نحل الجزء الأول أو تدريبات الجزء الأول، زي ما كتاب الأضواء مقسمة عامل جزئين، فإحنا إن شاء الله نحل الجزء الأول، والفيديو القادم نحل الجزء الثاني. يلا نحل. ما تنسوناش تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوة وكلامكم الجميل. صفحة 34، ويلا نبدأ. السؤال الأول: اكتب صواب أو كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم 1: تتميز هضبة شمال افريقيا بفقر في مظاهر سطحها. طبعا العبارة خطأ. الهضبة دي تتميز بغنى في مظاهر سطحها، نلاقي فيها ظاهرات عديدة، زي عندنا الصحراء الكبرى. فيها الصحراء الكبرى أكبر صحاري العالم، جبال زي العوينات، وعندنا منخفضات زي القطارة، وعندنا واحات زي واحة سيوة في مصر وواحة الجوف في ليبيا. يبقى رقم 1 خطأ. رقم 2: بتعتبر هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدام لنهر النيل. أيوة يا مستر، العبارة صواب، لأن بتسقط عليها الأمطار طوال العام. وعندنا هضبة الحبشة اللي هي أثيوبيا المنبع الموسمي، لأن الأمطار بتسقط عليها في فصل الصيف. بعد كده رقم 3: بتنحدر هضبة البحيرات الاستوائية من الشمال إلى الجنوب. من الشمال للجنوب يعني من فوق لتحت كده، غلط. الهضبة دي بتنحدر العكس، من الجنوب إلى الشمال. ونفس الكلام هضبة اللي هي شمال أفريقيا بتنحدر من الجنوب إلى الشمال حتى تنتهي بساحل البحر المتوسط. برافو عليكم. سؤال 4: يمتد الغدود الأفريقي العظيم في غرب قارة أفريقيا. غلط. ده خدناه لما خدنا الهضبة الجنوبية، قلنا إلى الشرق منها في غدود اسمه الغدود الأفريقي العظيم، ده موجود في شرق أفريقيا. يبقى العبارة خطأ يا مستر. الغدود الأفريقي العظيم ده اللي هو عبارة عن كسرات متوازية موجود في شرق أفريقيا. وقلنا البحر الأحمر جزء منه، وكذلك خليج العقبة وعدن. برافو عليكم. سؤال رقم 5: يعد البحر المتوسط وخليج السويس أجزاء من الغدود. غلط. لسه يا مستر انت ذاكر وجايل البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج عدن. يبقى رقم 5 غلط. رقم 6: تعد الصحراء الكبرى بهضبة شمال افريقيا أكبر صحاري العالم. أيوة يا مستر، صوب. خلصنا كده السؤال الأول. السؤال الثاني: أكمل العبارات بما يناسبها من كلمات. تمام، ركزوا، احنا طبعا معناش الأضواء فبنطبع وبنحل. كتاب الأضواء أو مندوب الأضواء عندنا يعني بيدي النسخ بتاع المعلمين لمدرسين معينين وبيبيعوها. يعني اللي مسؤول عن الأضواء وبيتابع الفيديو ده يا ريت يعرف المعلومة دي. تمام. رقم السؤال الثاني: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. يقع جبل نقط على الحدود بين مصر وليبيا والسودان. مصر وليبيا والسودان جبل العوينات. جبل العوينات. تمام. رقم 2: تقع هضبة الحبشة في الجانب الشرقي. الجانب الشرقي من قارة افريقيا. 3: نتيجة الثورانات البركانية أصبحت أرض هضبة الحبشة صالحة لحرفة نقط، لحرفة الزراعة وقامة الحضارات. نتج عن ذلك يعني. 4: تتنوع مظاهر سطح أفريقيا وتشمل الهضاب. خدنا 4 هضاب. الجبال خدنا أنواع الجبال 3، والسهول خدنا نوعين، سهول فيضية وسهول ساحلية. سؤال 5: تقع الهضبة نقط جنوب القارة الأفريقية. الهضبة اللي جنوب القارة الأفريقية اللي هي الهضبة الجنوبية. الهضبة الجنوبية. 6: يمتد الغدود الأفريقي العظيم في شرق قارة أفريقيا. 7: نتج عن الحركات نقط تكون الغدود الأفريقي العظيم. الحركات الانكسارية، لأنه عبارة عن انكسارات متوازية. تمام. خلصنا كده السؤال الثاني، ده خاص بالإضاءة. الجزء الأول من تدريبات الأضواء خاص بالإضاءة وبالبداية بتاع الدرس اللي هي العوامل. ندخل بقى يا مستر على المستوى الثاني. السؤال الأول: تقع واحد في ليبيا. قلنا واحد الجوف في ليبيا.
رقم 2 تعد بحيرة فيكتوريا إحدى البحيرات العذبة الموجودة بهضبة البحيرات الاستوائية. رقم 3 تنحدر الهضبة الجنوبية بشدة نحو السواحل الشرقية. 4 تعد أكبر صحاري العالم إحدى الظواهر الجغرافية لهضبة شمال أفريقيا اللي هي الصحراء الكبرى. 5 تعد واحة سيوة من أهم مظاهر سطح هضبة شمال أفريقيا، والواحة ديت بتقع في دولة مصر. برافو. ندخل على السؤال الثاني. السؤال بيقول صوب. تتميز هضبة شمال أفريقيا بالمنخفضات كمنخفض القطارة بمصر. رقم 2 تعتبر هضبة الحبشة المنبع الموسمي. رقم 3 البحيرات الاستوائية تعلوها القمم الجبلية نقط القمم الجبلية البركانية. رقم 4 يعد البحر الأحمر وخليج عدن والعقبة جزءا من الأخدود الإفريقي العظيم. الأخدود الإفريقي العظيم. خلصنا كده صفحة 34، مكملين إن شاء الله صفحة 35. تمام، واضح الرقم. السؤال الثالث اكتب المفهوم المناسب. رقم 1 هضبة عظيمة الاتساع قليلة الارتفاع تنحدر تدريجيا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط اللي هي هضبة الشمال افريقيا. رقم 2 مجموعة انكسارات طولية تمتد شرق قارة افريقيا وتتجه بشكل عام من الجنوب للشمال اللي هو الأخدود الافريقي العظيم. رقم 3 أعلى هضاب أفريقيا وتقع في الجزء الشرقي اللي هي هضبة الحبشة اللي تعد المنبع الموسمي. 4 هضبة بقى المنبع الموسمي هي بعينها هضبة الحبشة. هو كان جمع ده في سؤال واحد، عملوا سؤالين. السؤال اللي بعديه الخريطة. أول حاجة ما يقول لي رقم 1 تركزوا عشان الخريطة صغيرة خالص. رقم 1 هضبة نقط اللي هي الهضبة اللي فوق دي هضبة شمال أفريقيا. 2 الهضبة اللي هي في الشرق هضبة الحبشة وإثيوبيا. 3 هضبة اللي في الوسط البحيرات الاستوائية. 4 الهضبة الجنوبية. بدي خريطة الهضاب تحفظوها. بعد كده 5 هضبة الشطوط اللي هي بين سلاسل جبال الأطلس. 6 جبل نقط، سامي مشاور لي على جبل العوينات اللي هو على الحدود بين مصر وليبيا والسودان. 7 بحيرة فيكتوريا اللي هي من مظاهر هضبة البحيرات. 8 واحد سيوة. ومشاور جوا ليبيا ولا مصر؟ محدش عارف له طعم يا مستر، ليبيا ولا مصر؟ طيب على اعتبار ان هو مشاور جوا مصر يبقى سيوة. 9 خليج العقبة اللي هو جزء من الأخدود الأفريقي. 10 البحر الأحمر اللي هو برضه يا مستر جزء من الأخدود الأفريقي العظيم. السؤال اللي بعده السؤال الثاني. من خلال ملاحظاتك للخريطة السياسية لقارة أفريقيا صفحة 15 حدد في أي بلد أفريقي توجد. 1 الجوف، ما في ليبيا احنا واخدينها وعارفينها مش محتاجة خريطة. منخفض القطارة برضه واخدينه مصر. الآية الأقسام التدريسية تنتمي الظاهرات الجغرافية. العوينات تمام تبع هضبة شمال أفريقيا. برضو 1 سيوة. وبحيرة فيكتوريا بتنتمي إلى هضبة البحيرات الاستوائية. تمام. السؤال اللي بعده بما تفسر تعد هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل. هنقول لأن الأمطار تسقط عليها في فصل الصيف أو بسبب سقوط الأمطار عليها في موسم الصيف. تاني سؤال تعتبر هضبة البحيرات
نفس الكلام يا مستر، وهنغير الصفة طوال العين بسبب سقوط الأمطار عليها في طوال العين. طوال العين. سؤالين سهلين. السؤال اللي بعديه: ما النتائج المترتبة؟ الطفوح البركانية في هضبة الحبشة اللي هي ايه؟ أدى إلى خصوبة التربة وقيام الزراعة والحضارات. أصبحت تربتها خصبة وقيام الزراعة والحضارات. خصوبة التربة في هضبة الحبشة أيوه بعينه يا مستر، كتبناه فوق، اللي هو قيام الزراعة والحضارات. قيام الزراعة والحضارات. السؤال الثالث: قارن بين هضبة شمال أفريقيا والهضبة الجنوبية من حيث الموقع وأهم خصائصها. هضبة شمال أفريقيا طبعا شمال القارة، غير القلم يا مستر، شمال القارة. تمام. أهم خصائصها: توجد بها العديد من الظاهرات، ونكتب له بقى مثل الواحات والجبال، وعندنا الصحراء اللي هي الصحراء الكبرى، وبتنحدر نحو الشمال. الكلام ده عن هضبة شمال أفريقيا. الهضبة الجنوبية موجودة في جنوب القارة، تنحدر بشدة نحو الشرق. تمام. ويمتد إلى الشرق منها الأخدود الإفريقي العظيم. هضبة الحبشة هضبة البحيرات من حيث الموقع والأهمية. موقع هضبة الحبشة في الشرق، موقع هضبة البحيرات في الوسط. تمام. بالنسبة بقى للأهمية: أهمية هضبة الحبشة المنبع الموسمي، طبعا بقى تربة خصبة عشان الطفوح. تمام. وأهمية هضبة البحيرات اللي هي المنبع الدائم، المنبع الدائم لنهر النيل بسبب سقوط الأمطار عليها طوال العام. السؤال اللي بعده: ماذا يحدث إذا لم تسقط الأمطار على هضبة البحيرات؟ لن تصبح المنبع الدائم لنهر النيل، وأصبح نهر النيل يعتمد على منبع واحد فقط اللي هي من هضبة الحبشة. لم تتعرض هضبة الحبشة للطفوح: عدم وجود تربة خصبة. نعكس النتائج بقى، وبالتالي عدم قيام الزراعة، وبالتالي عدم قيام الزراعة والحضارات. طب لم يتكون الأخدود في أفريقيا: عدم تكون البحر الأحمر أو عدم وجود البحر الأحمر وخليج العقبة اللي هو في مصر وعدن، بس مش مصر بس اللي بتطل على خليج العقبة. السؤال اللي بعد كده: دلل تنوع مظاهر السطح في أفريقيا. هنكتب بقى مظاهر السطح: حيث يوجد بها الهضاب مثل، وأديله أمثلة، والجبال، وأديله أنواع الجبال، والسهول. طب تنوع مظاهر السطح في هضبة شمال أفريقيا، هنخص هنا هضبة شمال أفريقيا حيث يوجد بها الصحراء الكبرى، أكبر صحاري العالم، وواحد سيوة بمصر، واحات يعني، والجوف في ليبيا. وعندنا كمان يا مستر ومنخفضات مثل منخفض القطارة في مصر، وجبال مثل العوينات ما بين مصر والسودان وليبيا. تمام. خلصنا كده صفحة 35. خلصنا كده الجزء الأول. زي ما وعدناكم هنحل التدريبات على جزئين، جزء أول وجزء ثاني. إن شاء الله الجزء الثاني هننزله قريب. تمام. انتظروه حبايبي الطلاب. وكمان بالمرة هنحل معاه أسئلة مستوى القمة، يعني الجزء الثاني هنحل فيه زي ما قلنا، أو الفيديو الثاني هنحل الجزء الثاني وهنحل أسئلة مستوى القمة.
اترككم على خير، اتمنى يا رب اكون افدتكم. ما تنسوناش تعليقاتكم مهمه لينا وكلامكم الحلو. حبايبي طلاب اولى اعدادي، نترككم على خير. كان معاكم مستر رضا جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.